أهلا بكم. نرمين الفقي فنانة وممثلة مصرية، تعرف على ديانتها والعمر ونشأتها وزواجها من الفنان كمال أبو ريا، ومعلومات مفصلة، وكيف كانت البداية الفنية، وكيف تم خداعها، والكثير من المعلومات والأخبار الحصرية والمتجددة. نرمين عبد الرازق الفقي هي ممثلة مصرية مشهورة في التلفزيون، ولدت في 21 يونيو 1972 في مدينة الإسكندرية. ذهبت إلى مدرسة فيكتوريا، وهي من أهم وأقدم المدارس الإنجليزية المعروفة، وبعدها التحقت بكلية التجارة في جامعة الإسكندرية. في التسعينات بدأت حياتها في مجال الإعلانات، وكانت ممثلة إعلان. كما نعرف أن الكثير من الفنانين في بداية حياتهم لم يعملوا بمجال التمثيل، ولكن شيئا مقاربا لهذا المجال. هذا ما فعلته الفنانة نرمين الفقي، والتي بدأت المشوار في التسعينيات عن طريق إعلان في التلفزيون، ونجحت في ذلك وعرفها الكثير. بدأت الفنانة في الدخول بقوة إلى عالم الفن في عام 1997، وكان من أبرز المسلسلات التي مثلت بها هي الماضي يعود الآن، بحار الغربة، طريق السراب، حياة الجهري، السيرة الهلالية، أبناء دهشان. لم يكن فقط هذا العام مليء بأعمالها التلفزيونية، ولكن قد قامت بفوازير رمضان، فوازير النص الحلو، وأعمالها في التلفزيون عام 2000 أحلام العمر، البحث عن السعادة، الفسطاط، الحنين إلى الماضي، وعام 2002 حمام بشتك، البحار مندي، شربات، رجل على حافة، الأصدقاء، بلد المحبوب، وعام 2003 فلاح في بلاط صاحبة الجلالة، ثورة الحريم، الليل وآخره. أما عام 2004 حكاوي طرح البحر، السيف الوردي، المهنة طبيب، عيب يا دكتور، أصحاب المقام الرفيع. وعام 2005 كارنتينا، أحلامنا الحلوة، ألف ليلة وليلة، للثروة حسابات أخرى، حكاية بندق، ورد النيل. أما عام 2006 لم تنسى أنها امرأة، عايش في غيبوبة، تحياتي إلى العائلة الكريمة، مواطن بدرجة وزير. وعام 2008 و2009 دموع في حضن الجبل، العنكبوت، عرب لندن، بنات عمري، مشاعر في البورصة، الخيول تنام واقفة، نساء لا تعرف الندم. وفي الأعوام الأخيرة الإمام الغزالي، كان يا مكان، هز الهلال يا سيد، جبل الحلال، أبو العروسة، وأخيرا اللؤلؤ. لم يكن مماثل لنفس جهودها بالتلفزيون، ولكن لم تخلو السينما المصرية من وجودها. أول عمل سينمائي لها في عام 1998 وهو فيلم اللقاء القاني، وبعدها كررت التجربة في فيلم فل الفل مع سعيد صالح، وبعدها مسلسل الكاشي ماشي إخراج طارق النهري. وآخر تجربة لها كان مؤخرا في عام 2016 في فيلم تحت الترابيزة. أما عن المسرح فكان لها دور على خشبة المسرح أيضا، ففي عام 1995 شاركت في تمثيل مسرحية دستوري أسيادنا، وفي عام 1998 كانت من ضمن المشاركين في مسرحية أنا ومراتي ومونيكا. غير تجربتها بفوازير رمضان 1997 باسم النص الحلو، والجدير بالذكر شاركت الفنانة الكبيرة نرمين الفقي في برنامج إذاعي باسم لحم بتلو في 2018، وكانت هذه أول تجربة لها في الإذاعة. لم تتزوج الفنانة نرمين الفقي حتى الآن، وقد تحدثت بشأن هذا الموضوع، موضحة أنها كانت مشغولة كثيرا عن فكرة الارتباط والزواج، وأن عملها ومرض والدتها كانوا من ضمن أسباب انشغالها عن فكرة الزواج. ووضحت أن عائلتها ضغطت عليها كثيرا للخضوع لهذه التجربة، وأنها لم تستطع رؤية أشخاص مناسبين في حياتها. تكلمت عن أن رجل أحلامها متمثل في خالها، والذي يمتاز بصفات كثيرة جيدة، وأنه يعامل الفتاة كصديقة، ويعطيها ثقة بنفسها وثقة الاختيار، ويحاول تشجيعها دائما، وأنها لم تصادف مثل هذه الصفات في رجل. ووضحت أيضا أنها تكره الرجل الكذاب والبخيل والمتسلط والمتكبر، والرجل الذي يعتمد على والدته في كل شيء. ما بحبش
الراجل اللي بيقول ماما ماما. وقد أضافت أن وراء كل امرأة هادية وناجحة وعطاءة وأم وطفلة رجل. وأكدت نرمين الفقي على وجوب التأكد من هوية الشخص المتقدم للزواج، وقد ذكرت أنها تعرضت للخداع من قبل شخص قد كذب عليها بشأن عمله ودراسته وزور في شهادات التخرج. نرمين الفقي تعترف أنها صريحة دائما ولا تجيد التجميل في الكلام، حيث أنها إذا قابلت رجل يوجد به عيبا ما سوف تصارحه بهذا العيب. واعترفت أنها تفتقد للدبلوماسية في العلاقات. أنكرت الفنانة نرمين الفقي نبأ زواجها من الفنان كمال أبو ريا الذي ردده العدد الكبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي طوال الساعات الفائتة، مبينة في تصريحاتها أن كل تلك الأقاويل محض إشاعات لا تشتهر شيئا، وأنه إذا وقع ذلك الشأن كانت ستعلن في الحال عبر صفحاتها المخصصة على مواقع الاتصال الاجتماعي. وشددت الفقي أن الصفحة التي تحمل اسمها صاحبة هذه الإشاعات المنتشرة لا تشتهر شيئا، وعلقت ساخرة هو ده وقت زواج وبعدين من الأشياء ده. كانت واحدة من الصفحات الخيالية على التواصل الاجتماعي كانت عرضت صورة تجمع الممثلة نرمين الفقي بالفنان كمال أبو ريا، وكتبت على الصورة مضيفة تعليق: الشكر لله، ربنا كرمني بشريك حياتي، ربنا يخليك ليا يا رب. لتنهال بعدها التعليقات والمباركات للممثلة نرمين الفقي والفنان كمال أبو ريا. كانت قد أعربت عن تكفلها ب100 عائلة لمصلحة بنك الأكل في حملة تحدي الخير في حضور الأوضاع التي تجتاز البلاد بخصوص فيروس كورونا. وأفشت نرمين الفقي من خلال حسابها على الانستجرام وقالت: أنا قبلت التحدي ومرضتش أطلع غير لما أكون فعليا تكفلت ب100 عائلة لبنك الغذاء. أي حاجة فيها خير ضروري نعملها. وفي زملاء كتير في الوسط الفني قاموا بالمبادرة دي. التحدي المرة دي متنوع لأننا بنمر بظروف عسيرة وربنا يسترها علينا جميعا، وفيه ناس كتير محتاجة. أنا عايزة أتحدى عائلتي وأصحابي وكل الناس اللي يقدروا يعملوا خير، ضروري نصبح إيد واحدة. انتهى الفيديو، لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة.